السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. يا جماعة وحشتوني والله، وحشني ان انا اقعد اتكلم كده قدام الكاميرا كأني بفضفض معاكم. بس حقكم عليا من ساعة البيبي الجديد ده وانا مبقتش عارفة اطلع كده براحتي، بس ان شاء الله خير، هطلع لكم قريب. معايا اول شنطة دي تومي ميرور اوريجينال، بجد تحفة يا جماعة، تحفة تحفة. هي اوريجينال مصر بالسيريال نمبر بكل حاجة. تمام، وسعرها مش غالي جدا. في منها الوان جميله جدا، اللون المحمر شويه كده ولون كحلي، تحفه. ودي شنطه جس اوريجينال بس بالسيريال نمبر طبق الاصل. هي افتحوا كده الشنطه، البطانه بتاعه الجس، خامه الجس هي كواليتي تحفه، كلها حلوه على بعض. ميزتها بقى ان الشنطه تحسوها مش كبيره، بس هي من جواها عميقه لان هي متقسمه 3 تقسيمات. في منها اللون الاسود بقى تحفه، والابيض، وكان نازل منها هو ده لون الكشمير او البينك الفاتح. حلوين قوي قوي، يعني من الشنط لسه ما غالتش قوي عشان تبقوا عارفين. ومعاها الايد الكروس دي مهمه. بس معايا بقى الشنطه التانية دي، جاس برضو ميرور اوريجينال مش بالسيريال نمبر. ده اللون الاسود بتاعها، في منها لون الكشمير وفي منها الابيض، جميله جدا. في ناس تحب الكواليتي دي للتلمع وفي ناس لا. كان الدراع بيطول، يعني ممكن يتلبس كتف وممكن يتلبس كروس، والكروس بتاعه هيبقى طويل من الناس اللي هي طويلة شوية. نفس التفاصيل الجس هي. ممكن الشنطة فيها سيريال من جوه لكن التيكت من بره لا. جميلة جدا والله، شيك قوي. بس انا مش عارفة ليه مبقتش بحب الالوان السوداء، ده رأيي، مش عارفة ليه. نبدأ بقى في اللي بعديها بقى. دي بنات، دي شنطة كريستيان ديور، تحفة. مصري دي على فكرة، يعني انتوا مش هتصدقوا ان هي مصري. ميزتها بقى السوستة، الميرور بتاعها والاوريجينال بتاعها مش بينزل بسوستة، بجد فرق. يعني انا شايفه ان السوسته مهمه، حتى خدوا بالكم مساحتها في النص بس ساتره شويه. التانية مفتوحه على الاخر، والدراع بتاعها مكتوب عليها كريستين ديور، وخامتها خامات مستورده فنظيفه. يعني وانتي لابساها ما تحسيش ابدا ان هي مصري. وكميه الالوان النازله تحفه 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 بجد. ودي كمان الكيلفن دي برضو خامات مستورده برضو، تقفيل مصري بس تقفيل نظيف. دي شنطه كيلفن، بس هي البطانه بتاعتها مش مختومه، وده بيفرق مع بعض الناس. يعني في ناس تحب مثلا، نفترض ان الشنطه مثلا دي عامله مثلا 300 350، لا انا اشتريها 450 ولا 500 بس تكون متبطنه كلفن. انا بميل للبطانه الكلفن، لما افتح الشنطه تكون البطانه مختومه. ده قناعتي في نفسي، طالما ان انا مش هلبس مستورد يعني. بس لو، او برضه على قد فلوسي يعني، لو حسيت ان فرق كبير لا انا هجيب دي عادي. الوانها جميله جدا، كل الوانها، الاسود والبني بقى، البني اساسي في الكلفن ده، الكلفن بيبقى تحفه. الشنطه اللي بعديها خطيره بقى، التومي دي جميله قوي قوي. دي قماش على فكره من الجنب، تمام بس نظيف، بس هو في النص جلد، والوانها كلها حلوه. تمام، دي خامات مستورده فنظيفه، تقفيلها نظيف، كل حاجه حلوه بصراحه. ما مش هتفرقوها عن الاوريجينال. هي بنفرق، بس في فرق، بس هما فكره التقليد الطبق الاصلي ده المصري بقى حاجه لذيذه، يعني وفرت معانا كتير جدا. بجد جميله، ومساحتها كبيره، وفي سوسته في النص غير السوسته اللي هنا دي، والبطانه بتاعتها من البطانات اللي متتقطعش، فجميله ما شاء الله عليها صراحه. اخر شنطه بقى معايا، الشنطه الكوجيجر دي تحفه قوي. دي بقى كان نازل عليها سيل. الكوجيجر معروف ان هي بتبقى الواناتها كده طاقه كده مع نفسها. بوكس صغير كده لذيذ بالبوكس، ميرور اوريجينال، نزل عليها سيل، كان بسعرها حلو قوي. وفي منها الكحلي بتاعها، وفي منها ساده، كحلي ساده وسيلفر ساده. وكده بكون خلصنا الفيديو بتاعكم، ونشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد.